السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا. أول شيء نذكركم بأن مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا انتهى شوطيها الرسميين في 90 دقيقة بالتعادل هدف لهدف. منتخب البافانا يؤكد على أنه لن يخرج بسهولة من هذه الدورة. في الدقيقة 90 موكوينا يعدل النتيجة بعد ضربة جزاء لنيجيريا تقدم بها ويليام تروست إيكونغ في الدقيقة 67 من المقابلة. راح تروح إلى أوقات إضافية في الساعة 9 كوديفوار مع جمهورية الكونغو في مباراة أعتقد أنها ستكون قوية ومثيرة. موضوعنا اليوم، والله حبيت نتكلم على واحد السيد البارح يعني استفزني صراحة. هذا أمين غيموز، هذا اللي داروه في اللجنة الاستشارية لاختيار الناخب الوطني الجديد، خرج علينا بكلام والله قلت لازم نرد عليه، ما فيهاش يعني. راح نرد على نقطة أساسية في الكلام اللي قالوا كامل. الكلام هذا كامل راهو دبلوماسي طبعا، كلام تاع واحد راح يستفاد. المهم يجيبوا 10 أيام يعطيو له المبلغ، دوك ما لبناش. الواحد يدي 50 مليون 100 مليون يدي استفادات، هذه الله أعلم واش راح يستفاد. واصل الكلام اللي جابوا راهو كلام عام هذا كامل. وانا بالنسبة لي لو كان تحبوا رايي ما نديرش اللجنة هذه أصلا، والله ما نديرها، والله ما نديرها وما تكون. واللي راهم معتقدين باللي احنا كما أوروبا وكما الدول الكبرى، فهذا كلام فارغ. هذا كلام فارغ. القرار راح يكون أحادي، نتحدى أيا كان. من بعد كي يدوروا يولي رئيس اللجنة هو اللي يختار، رئيس الفاف هو اللي يقرر في الأخير، اللي يعين رئيس الفاف هذاك هو اللي راح يقرر شكون المدرب. ف صديقي ما تقول لي لا لجنة ولا اثنين. المهم انا اصلا لي اللجنه هذه ما كانتش لازم تكون. انا البارح حكيت وقلت وساكررها للمره الاخيره، انه لو كنت انا رئيس الاتحاد عندي مكتب فيدرالي وعندي اعضاء، ساجتمع بهم وساقرر من سيكون المدرب. لانه من غير الممكن انك تجيب مدرب وقد تنجح 100%، قد نفشل، قد تكون ظروف، قد تكون امور لا ندري. كما قلت البارح، لو كان نديروا 50 منتخبين يعملوا بنفس الطريقه كامل، يديروا لجنات مشكله، يعني وحده ناجحه و49 كامل فاشلين، فهذا الامر يبقى نسبي. على كل حال انا لن اعطي لاي واحد من هؤلاء فيلس، كما الناس تزيف وتكذب وتقول انهم تقنيين مدربين كفاءات دكاتره. ما على باليش انا وين خدموا هذو اصلا. جيبوا لنا واحد خدموا ناجح في الميدان سيدي وردوا علينا. حتى واحد بار سعدان، برك سعدان الوحيد هادو انا ما على باليش وين خدموا هادو. وين مثلا او كان مناجير فرضا في فريق مثلا نقولوا في القسم الثاني يا سيدي، مثلا فريق نفترض فريق شكون وليد بوفاريك مثلا سيدي كمثال. وليد بوفاريك مثلا راحوا داروا تكوين هناك ودار الفريق داروا له انه اصبح يبيع لاعبين يسوقهم للقسم الاول ويلعب ورقه الصعود دائما. ما كاينش هاد الاسماء هادو ما على باليش انا وين كانوا جاو. بالك كانوا في المديريات الفنيه السابقه ولا ما باش منين جابوهم. المهم ووضعوهم. هذا بو علام لاروم البارح درت عليه، ديما حاضر هو. هذا راهو مثل التوابل في الاكل والملح، هذا هو بو علام لاروم. المهم نحكيو على هذا امين غيموز، والنقطه التي اثارت حفيظتي ولا بد، وقلت انني لا بد ان ارد عليه. ما هي النقطه هذه؟ النقطه اللي قال لازمنا نجيبوا مدرب يشوف اللاعبين المحليين ويعطيهم فرصة في المنتخب الوطني. كي سمعت هذا الكلام مباشرة تذكرت ماجر نهار كان في الهداف في 2015 ونهار جا في 2018 هو وصحابه والجماعة اللي جابوه وضربوا عليه طبقوا هذه الحكاية الفارغة تاع اللاعبين المحليين. وهذوك نجي كمزور، اللي كنت تقول احنا كنا. وانا نشفى عليك الحمد لله يا سي مزور، نشفى عليك مليح. شفالك انت وصحابك واش بهدلتوا ليكيب ناسيونال، انت وتزيري بلال وشكون والمحي الدين مفتاح وكمال خرخاش وهشام مزاير، الكليك هذيك واليمين بوغراره وعليم صبيح. واش تقول لي كنا نعرفوا نلعبوا انتم ما جايبين حتى لقب من برا، حتى الانديتكم ما جبتوا والو. تحكي باللي كنتوا بكري، ما كنتوا بكري ما والو. انا بالنسبه لي لو كنت نجي نحكيك نقول لك القرع خير منكم كامل، القرع ومقلاتي والناس اللي جابوا التتر لوفاق سطيف من برا، هادوك خير عليك. نعم خير عليك. انا بالنسبه لي واحد تاع وفاق سطيف يوسف يونس خير عليك باسكو جاب تيتر من برا. انت حاكم لي واش كنت دير انت في الفاوت سي ار بي كي تستقبل الكاب وتستقبل
وتستقبل كيفاش سما هذاك الوقت في الناسيونال. الخروب كانت كاينه عين فكرون واحد الوقت غالي معسكر تماركي زوج وتمد بيت. هذه هي حكايتك، هذا هو انت برك. ماش فينا لك حنا درت حاجه على برا نهائيا. يعني وتجي تقول انه بكري كانوا كاين لاعبين ودرك ما كانش. لا كي بكري كي درك من بكري ما كانش. الحمد لله كتر خير هادو تاع فرنسا، هادو جماعه اللي في فرنسا يجيو يلعبوا معنا يا خويا ويشرفوا الفريق الوطني. وكاين بعض اللاعبين المحليين طبعا اللي ينالون الثناء والشكر طبعا وبرهنوا على ذلك، مثل اسلام سليماني، هلال سوداني، رفيق حليش، يوسف عطال، رامي بن سبعيني تاع بارادو كامل. هادو تاع بارادو كامل الله يبارك. ممكن كاين لاعبين خلاف ممكن نكونوا نسيناهم، ممكن المهم ممكن يعني ممكن لاعبين ظلمناهم هنا، ولكن انت ما كنت والو. دوك نشوف فيك 98 تقصينا مع الكاميرون، 96 ما تاهلناش، نهار الجزائري وتصفاوت تصارعوا على ضربه جزاء وضيعناها هنا في بلادنا مع كينيا. انت ما كانش الوقت هذاك على كل حال. انت كنت كاين 2004 2002 عفوا مع مالي ومع ليبيريا ونيجيريا، تقصيت في الدور الاول بنقطه وكان مدربكم ماجر. انت في 2006 نهار كنت زعما الطير ما تاهلناش كامل، وما كانوش يعيطوا لك، كانوا يجيبوا لاعبين اسوء بالك منك وانت ما تروحش، مع انه بالك مشكيتش كاين اللي اسوء منك. على الاقل هذوك الناس ممكن حتى اسوء في رجليهم، ممكن عندهم لسان وعندهم فكر. انت المشكل تاعك انك اذا عندك شويه في رجليك فلسانك وفكرك صفر طبعا. كلام تبع لي بن شيخ وبو حنيكه. تخليو الواحد يكره والله غير يكره، تخلي الواحد يكره كرة القدم. يا صاحبي ما تحكيش حنا كنا ما كانش، ما كنت انت ما كاين تاع درك، هذه الحقيقه. ورجعنا لك يا غيموس راني جايك. المهم 2008 ما تاهلناش نهار كنت انت كاين، تاع 2010 خلاص ما كانش اصلا في الجيل تاع سعدان. المهم ما كانوش يعيطوا لك حتى في التصفيات ما كنتش تلعب. كان يلعب جديات، يلعب سوقار، يلعب حيماني، يلعب ايا كان انت ما تلعبش، ما يسميوكش. المهم باه ما نطولش كثير نرجع لهذا امين غيموز. قال لك نجيبوا اللاعبين المحليين للفريق الوطني، نجيبوا مدرب باش يجيب لنا لي جوار لوكو. يا ودي ما تجيب لناش اللوكو يرحم والديك، المدرب الجديد اللي تجي ما تجيبهمش، ما تجيب لناش المحلي. نروحوا نحوسوا على لي جوار في بلغاريا، في المجر، في السويد، في الدوري المقدوني، في الدوري الماليزي. ما تجيب لناش اخويا، هادو ما نحتاجوهمش يا صاحبي، ما تجيبوش، ما يفيدش الفريق الوطني، ما يقدرش الا في حاله واحده، اذا عاد لاعب مفورمي مع اكاديمي من بارادو، نعم من بارادو، ولا لاعب شاب وصغير وراه بروفي في الميدان، فرضا كاس الكافي ماركي، شامبيونز ليغ ماركي، ولا ظهير ايمن راه يطير، ولا ايسر، ولا قلب دفاع، ولا ميليو تير، المهم راه يطير وراه يبرهن. هذا سيدي مرحبا، ويكون صغير في اللاج طبعا. واش نزيدو تاني؟ ولكن باش ندخلوا في العواطف، او هذا سطيف جيبو، او هذا السياربي، الاخر مولوديه، سياسي، الياس، مهوران، قبايل. ما تجيب لناش اخويا، ما تجيب لناش. ونعرفوا المحليين تاريخ عزرين المحلي جامي في هذا الفريق الوطني، جامي في هذا الفريق الوطني، جامي. اهداف اللي تماركاو هكذا تاع اشيو زهر، اشيو كان محلي ماركا لنا بيت زهر في 60 ماتش ولا في 45 ماتش، يدير لك لقطه في حياته، هذيك هي يعيش بها 1000 سنه. ما عندناش معكم تاريخ مليح كاع، ما تجيبهمش. يا المدرب الجديد اللي رايح تجي، انا اول واحد راح نقول لك ما تجيبش المحليين، ما لا نحتاجهم، لا طاقة لنا بكوارثهم، لا منفعة لنا معهم. هذه هي، ما تجيبهمش. نلعبوا بالقسم الثاني الفرنسي، الثاني في اسبانيا، الدوري المجري، الدوري البلغاري، الدنماركي. ما تجيبش اخويا، هادو ما نحتاجوهمش، ما يلعبوش لانه ضعاف. كاس افريقيا للمحليين مع السنغال، لاعبين دي جينيراسيون فوت ومجمع السكر، ما قدرتش تربح، وربحتوا النيجر وفرحتوا. النيجر هاي النيجر يا سيدي، هاي للمحليين طبعا وفرحتوا. جايب وجهه صحيح يقول لك واحنا لازمنا المدرب اللي لازم يجيب لنا اللاعبين المحليين، وباه يروحوا للبارسا والريال والسيتي. وين يروحوا للبارسا والسيتي والريال؟ تالي حسب السيتي هذه حومه في العاصمه السيتي هذه مهابل، اللي حاكمين السيتي مهابل، يجيبوا لي جوار برك. صار رياض محرز وما ادراك ما رياض محرز، وما جاي يوصل للسيتي بشق الانفس، بالحاح كبير من بيب غوارديولا وبتالق، ودار اكبر معجزه في القرن العشرين، دا الدوري مع ليستر، هذه اكبر معجزه
في القرن العشرين، داخله في المعجزات تاع الاردني في النهائي، اليونان بطل اليورو 2004. هكذاك محرز دار اعجاز، وتاع محرز اصعب واقوى لان 38 مباراه، هادو يلعبوا 5 ماتشات 6 يلقى روحوا فينال. مي رياض لا، رياض 38 اعجاز معجزه. وبالسيف اللي كنلعب في سيتي تحكي لي على جوال يروح من المولوديه للبرصا والريال. لا حول ولا قوه الا بالله. بسببكم لن نتقدم، بسببكم لن نتطور، بسببكم سنبقى هكذا، بسبب هذه القرارات الفاشله والعشوائيه سنبقى هكذا. هذه اللجنه اللي ما عندها حتى معنى حرام تندار. هذا المليار اللي راح يروح فيها ولا 2 ملاير حرام يروح، راهو يروح هباء منثورا. ويل للمبذرين، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. هادو هما المبذرين، تبذير عام، فساد، اسراف عام. كريم قاصد، محمد معوش، فؤاد شيحه، بوعلام لاروم، وامين غيموز. سعدان كافئوها سيدي، دار، يعرفوا الشعب سعدان، نعرفوه كامل، معروف، دار نتائج مع الفريق الوطني، درب الفريق الوطني 5 مرات ولا 4. المهم، ولكن من هؤلاء، من هؤلاء هل هم أعضاء في الفاف؟ هل هم أعضاء في المديرية الفنية؟ قرار عشوائي ارتجالية وشكلنا لجنة وخلاص، مالك درتوها في الهداف وخلاص. بن شيخة وبوحنيكة وبن شيخ وبوحنيكة وعكساس ومعهم مزور، نزيدو 2 تاني معتوهين بعد مزور، زيد جيب لهم على باليش ميدو معاهم في 5 ويديروا لك الفريق الوطني تشكيلة وخلاص، يديروا لك الا فن المدرب وخلاص. هذا ما كان. وحسين جناد هادو في 6 يجيو يديروا لك المدرب وخلاص، وحنا تهنينا يا خويا. هما دايرين برنامج، دايرين دي بلاطو، هاي تسلكهم القناه هذيك وخلاص. وعلى تروح زيد تجيب زعما وفي 10 زعما وريونيون كي تسمع انت. هو صدقوني غير يعني ما باش كيفاش نضرب المثال والله. المهم هذا ما لدينا طبعا. جماعه كاين تشيلسي استون فيلا في السهره اليوم. المهم ساعه قدر ندو لكم خبر تاع ماتش مليح. المهم اللي يحب يتفرج واشتركوا في القناه وعطيونا تعليقاتكم واش رايكم في هذا التبذير هذا والفساد والاجرام والكلام الفارغ والفاشل هذا. والسلام عليكم ورحمه الله.